كمان هنا بنحب ننوه ان في عندك اسلوب كمان تقديم العليقه نفسه بيأثر لك على حدوث حدوث اثاره او حموضه الكرش. زي ايه مثلا؟ بعض الناس بتلاقي ان هو يقول لك ايه، انا بضيف المركزات الاول وبعد ما الحيوان ياكلها ابدا احط مواد العلف الخشنه. ده طبعا غلط. ليه؟ لان انت لما بتدي حيوان المركزات دي بتبقى مواد علف سهله في التخمر، سريعه في التحلل، فبيحصل هنا ايه؟ ان تخمرات سريعه انتاج لحموضه عاليه، فهنا يحصل حموضه، وبتلاقي ان الحيوان ما بياكلش كميه مواد العلف الخشنه او الملقى، ما بياكلش الكميه المقرره ليه، فتلاقي ان الحيوان ما حسش بالشبع وفي نفس الوقت ظهرت عندك اعراض للحموضه. طيب امال الحل ايه؟ الحل ان انت تعمل ميكس، هتعمل عمليه خلط للمكونات او المواد العلف او للعليقه اللي انت هتقدمها للحيوان فيما يسمى بالتوتال ميكسد راشن او TMR، وده افضل طريقه لتقديم العليقه للحيوانات، وده طبعا متبع في المزارع الكبيره وفي باستخدام التكنولوجيا الحديثه في الميكسر. ودي طبعا ليها نظام برضو في تقديم العليقه للحيوانات، ان انت لازم اول حاجه بتحطها في الميكسر يكون هي مصدر الياف عندك، لو هو الدريس مثلا عشان يتقطع، وتدي 3 ل 5 دقائق عمليه تقطيع للدريس الاول. بعد كده تبدا ان انت تضيف المواد العلف المركزه بتاعتك وتخلط نص دقيقه، وبعدين ان انت تحط اخر حاجه بتحطها في الميكسر عندك السيلاج عشان ما تنعموش قوي. تمام؟ فبالتالي هنا بيبقى الخلطه متجانسه عندك، ويبقى هنا مفيش عندك تفضيل للحيوانات او عزوله.